مليون سنتيم، و5 المليون كمبلغ اللي تيبلغ الثمن تاع البيع ديالها هذه الشقق هذه من 30 حتى 70 مليون سنتيم. لكن جلالة الملك أبى أن يرفع هذا الدعم، وانت كتعرف هذا الشيء حضرتي له، الى 10 المليون سنتيم و7 المليون سنتيم مطلع سنه 2024. مزيان. اذا من واجب الحكومه توفير جميع الضمانات والظروف لانجاح هذا الورش الملكي الغير مسبوق. خصنا ناكدوا عليها، الغير مسبوق. سيد الوزير، واش ما كتظنوش انه باستثنائكم للوحدات السكنيه الحاصله على رخصه السكن قبل 2023 غتقلصوا كثيرا من حظوظ نجاح دعم الفئات الضعيفه التي تتوجه خصيصا لاقتناء شقق الثمن ديالها يقل عن 30 مليون سنتيم؟ فمن المنتظر ان يكون الطلب على هذه الشقق مرتفع جدا.